السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معاكم إن شاء الله اليوم دجاج بالكاري بطريقة مرة سهلة يا جماعة، لذيذة لذيذة لذيذة. ويلا نشوف الطريقة. أول شي هنا عندي حطيت نص كيلو من صدور الدجاج، تقدرون تحطون الكمية اللي تناسبكم. طبعا قطعتها إلى قطع متوسطة، وحطيت ملعقتين من البهارات، راح أكتب لكم إياها إن شاء الله كلها بصندوق الوصف. وطبعا نص ملعقة من الملح، وحطيت علبة كاملة من زبادي، علبة كاملة عشان حسب الكمية، وأحركها مع بعض. وكذا صارت أجمل وألذ تتبيلة جاهزة. طبعا لازم أخليها من 3 إلى 4 ساعات تتبل وتشرب النكهة. وبعدها أحط بالطاوة ملعقتين من الزبدة حتى تسيح، وأنزل عليها الدجاج اللي كذا متشرب من التتبيلة، وأحركها مع بعض. طبعا لازم تكون النار هادية عشان ما يقسى الدجاج، يعني أنا أبغى أحافظ على طراوة الدجاج. غطيت عليه وأحسب له 20 دقيقة على نار هادية وهو مغطيته، وأخليه يستوي على راحته. طبعا بعد ما يعني طبخ ونضج، طبعا حطيت كاستين من كريمة الطبخ، وكمان ملعقتين ل3 ملاعق من الجبن السايل، راح تعطيها نكهة إلى عالم ثاني. طبعا خليها تطبخ حتى كذا تثقل، وطبعا كذا صار جاهز. حطيتها مع الرز طبعا مسلوق، وحطوها مع مكرونة أو أي شيء. الحلو فيها إنها سهلة وتنأكل مع أي شيء، مع خبز، مع أي شيء. طبعا حطيت عليها بصل مقلي، وكذا يا جماعة صار جاهز. أنصحكم تجربون لأنها مرة لذيذة، وبالعافية علينا وعليكم.